بعد انتهاء مباراة اتحاد جدة مع اوكلاند سيتي وفوز اتحاد جدة ب 3-0، طلعت الجماهير السعودية تغني وتقول 1-2 الطعمية فين؟ اولا احب اقول لكم ان احنا كسبنا فريق اوكلاند سيتي قبل كده 3-0 برضو. ثانيا الطعمية هيلعبوكم النهاردة ان شاء الله، فهتكون الطعمية يا ريتها لو كانت في مقابل الكبسة. انتوا عارفين لما الطعمية كانت بتقابل الكبسة كانت بتتفوق عليها، بس للأسف احنا النهاردة مش هنلاعب الكبسة. النهاردة احنا هنلاعب اسكارا جوتس وفيوجادا وباكالاو وكسكسي وبسطة وطعمية. والله الفريق بتاعكم فيه طعمية. كابتن الفريق طعمية اللي كسبكم البطولات قبل كده. فريقكم فيه 10 محترفين هينزلوا. اللي انا ذكرته ده طبعا مش اسامي اللعيبه، دي اسامي اكلات عندهم، فاحنا مش بنلعب الكبسه، احنا بنلعب الاكلات ديت. فلو بنلعب الكبسه بنقدر عليها بسهوله. ومش معنى ان عندكم الاكلات ديت اللي انا متاكد اني نطقت اسمها غلط، مش معناها وهي اكلات جميله انها لما تنضاف كلها مع بعضها هتبقى الناتج طعم حلو. لا ابدا، مش كل الحلو مع الحلو بينتج عنه شيء حلو، ممكن يكون شيء مش كويس. الطعمية هتقابلكم الليلة بكل اللي ذكرناه ده، وبيننا وبينكم الملعب ونشوف ان شاء الله. والطعمية ابدا مش عيب ومش عار علشان تعايرونا بيه. مستنينكم النهاردة في اللقاء، وفي الاول في الاخر هي كورة، ممكن تكسبونا، حتى لو كسبتونا مش دليل على انكم فريق قوي. ياما الاهلي خسر قدام فرق ضعيفة قبل كده، ويكفي ان الاهلي مشترك في البطولة كون هو البطل. انتم مشتركين مش عشان انتم البطل، مشتركين عشان انتم اللي منظمين البطولة. يعني الموضوع موضوع من الاخر.